هلا يا الحبايب، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. اليوم راح اسوي الجيمر العراقي. الجيمر العراقي المضبوط وطعمه يصير نفس طعم اللي بغداد، فاللي بالخارج قاعدين راح كلش ينبسطون لهاي الوصفة. أنا دائما أسويها، وصفة كلش ناجحة وجدا طيبة ورائعة، بما أنه اليوم خميس وباكر جمعة فراح أسويها على مود أكله باكر يا باخ. فاللي يريد ياكله قبل بيوم يعني تسووه قبل بيوم، لأن يحتاج وقت بالثلاجة ثاني يوم يلا نقدر ناكله. عندي هنا راح نستخدم كريمة الخفق، عندي باكيتين أو لترين من كريمة الخفق. هاي عندي لتر موجودة عندي كانت بالثلاجة، وجبت لها هذا لتر اللاخ كريمة الخفق. أي نوع أنتو تستخدمون، أنا أستخدم بوك. أوكي، عندي هنا أيضا لترين من الحليب، أي حليب أنتي تستخدميه، هذا لتر وهذا لتر. أوكي، عندي هنا راح أجيب هذا، عندي فافون أو أنتي أي شيء عندك تقدرين مماثل إليه تقدرين تستخدميه. تبسي أنا عندي هذا، بس يفضل إنه تسويه فافون، يفضل. فراح شنو هنا، راح أخلط كل المكونات مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عندي هنا هاي الكريمة الخفق معه، هذا لتر عندي هنا، بسم الله، لتر اللاخ. اوكي، راح اخلط وياها الحليب. طبعا الحليب يكون كامل الدسم بهالصورة هاي. تعرفون احنا اللي باهل عمان واي دول اخرى. اوكي، راح شوفوا طلع صغير، هذا راح اجيب اكبر عندي من هذا اخلي بيه. انا كل مرة اسويه بالاكبر، راح اجيب الاكبر واحطه بيه. جبت هذا حطيته بالاكبر، راح اخلطه كله مع بعض. شوفوا هالصورة هاي، راح اجيب اخلطه عندي. شوفوا بهالصورة هاي اخلطه بهالصورة. تمام، هسه راح اجيب هذا الصغير اللي وياه او اقسمه بين اثنين ورا ما خلطته. هسه شوفوا يا الحبايب، حطيته بين اثنين عندي هنا وهنا. هسه راح اجيب احطه على النار. طبعا اول شي راح احطه على نار عالية. شوفوا حطيته على نار عالية الى ان يريد يغلي عندي، يبدي توه يريد يغلي، يوصل مرحلة الغليان. وشنو اسوي له؟ راح اوطي النار عليه. خليكم وياي بس يوصل مرحلة الغليان وارجع لكم. شوفوا حبايبي، بدا يريد يغلي عندي، تشوفون شلون بدا يغلي عندي. راح اوطي النار وابدي اسوي هاي الحركة. شوفون شنو، اصعد لي فوق هالصورة هاي الحركة على مود تشكل عندي هاي الفقاعات اللي تشوفوها رغوة لي فوق، وبعدين تصير عندي القشوة اللي اني اريدها. شوفون شلون يكون بهالحركة لمدة 5 دقائق تقريبا. هذا بعد ما يطلعوا بين ما يفور عندي هذا. بعدين ورا هاي العملية احطه على اوطى نار عندي على الطباخ. هاي وجيمر وسويناها. مدة 5 دقائق تقريبا ابقى اسوي هيك. شوفوا شكلت عندي هاي الرغوة اللي اني اريدها. اللي من خلالها راح تشكل عندي
القشوة مال الجيمر. شوفوا يا الحبايب بدا هذا يفور عندي او يغلي مثل ذاك. باعوا الحوافي من تبدي هيك تصير باعوها. راح اوطي النار عليه وابدي اسوي نفس العملية اللي هي هاي. بسم الله. لمدة 5 دقائق تقريبا. وهذا هي انا حطيته على نار ناصية، صار عندي بهالشكل هذا. راح يبقى عندي لمدة ساعة تقريبا على هالنار الهادئة. انصى نار عندي على الطباخ وانصي حركتها كلش، واخليه لمدة ساعة تقريبا، وبعدين اطفي عليه. اشوفكم وراها شو اسوي. وهاي شوفوا يا الحبايب تركته بعد ساعة على النار، طفيت عليه النار. راح ابقيه الى ان شنو، الى ان يبرد عندي تماما، ما احركه الى ان يبرد عندي تماما. وبعدين شنو اشيل هاي القشوة او الطبقة اللي صارت عندي مال الجيمر اللي فوق واحطها بالثلاجة. خليكم وياي الى ان يبرد تماما ونشوف شو نسوي. وهسه يا الحبايب ورا ما عشته يبرد عندي تماما، برد عندي. باعوا هسه ايش راح اسوي؟ راح الحوافي مالته اسويها بالسكين هيج بالصورة هاي هيجي على مود اشيله. هسه يا الحبايب شوفوا راح اجي اشيله بالصورة هاي. تريدون تبرموه او تشيلوه بهالصورة هاي، او برم اذا تحبون برم برموه برم. شوفوا يا الحبايب شوية شيلوا من الحليب وياه على مود يبقى طري. شوفوا انا راح ابقيه للصبح، راح ينشف عندي يتجمد بالثلاجة. هسه راح اشيل اللاخ واشوفكم المنظر القاتل اللي صار عندي. وشوفوا يا الحبايب شوفوا الجيمر صار عندي. راح اخليه بالثلاجة حتى يجمد عندي ويصير اذخن، يصير عينا الجيمر للصبح. اقل شي يعني يراد له بالثلاجة فد 12 ساعة. يلا اكله. شوفوا طبعا الطعم جبن العفو جيمر مضبوط. هذا اللي بقى عندكم هنا، اللي بقى عندكم بامكانكم ان تستفادون منه، تسوون منه لبن خاثر يعني وتخثروه، او راح تسووه مرتلخ. اني دائما ارجع ثاني يوم هم اسوي تفوروه يعني مرتلخ نفس الطريقة، وتسوين همينه يصير عندك جيمر ثاني. اوكي الصورة هاي باكر من اطلع من الثلاجة راح اشوفكم. واذا حبيتوا اشتراك ولايك بقناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد مني، وتحياتي.